السلام عليكم. الحين لو سحبنا واحد من المتابعين وقلنا له سؤال بسيط، شو بتعرف عن ليبيا؟ راح يقول لك اياها اول شغله بعرف شيخ المجاهدين القائد الشهيد عمر المختار رحمه الله عليه، مزبوط ولا لا؟ رغم انه هالانسان تسبب في مقتل 750 الف ليبي، رغم انه هالانسان اتخذ قرار الحرب والمقاومه ضد الاحتلال الايطالي بدون رجعه للدول العربيه والاسلاميه، رغم انه ضحى بالاراضي الليبيه لصالح الاحتلال الايطالي وسرقوا كل ثروات بلدان، ورغم هيك ظل يقاتل حتى الرمق الاخير، حتى عدم امام شعبه، مزبوط ولا لا؟ ليش التاريخ هذول ذكرهم؟ الحين لو سالنا اي واحد فيكم شو بتعرف عن ليبيا؟ بدك تقول لي بعرف عمر المختار. طب وزمننا اليوم وزمن المنافقين اللي احنا بنعيشه اليوم، اللي الكل بنهش قاعد، حملنا ثقيل يا جماعه، والله حملنا ثقيل. يا ريت تفهموا كلامي، التاريخ ما بذكر الخونة ولا بذكر الضعفاء ولا بذكر المنافقين المفرطين الباعين، التاريخ بذكر الشرفاء المقاتلين اللي على الثغور اللي على الجبهات قاعدين. هذا اليوم اللي بتكتبوا غزة وبتصدروا للدول العربية وبتعلم الشعوب، احنا بفضل الله صحيح خسرنا اولادنا وخسرنا دورنا، لكن كسبنا جيل واعي، جيل بفة، جيل عارف الصح من الغلط، جيل عارف الحق من الباطل. تعالوا تغدوا معنا ملوخية اليوم. سلام الله عليكم.